السلام عليكم ورحمة الله. وصفة اليوم لحمة بالصينية أو الكفتة أو صينية كباب بالبطاطس. ألذ أكلة بسم الله: كيلو لحم عجل مفروم ناعم، حبتين بصل مفروم ناعم، حبتين طماطم مهروسة، نصف كوب بقدونس ناعم، ملعقة كبيرة من الملح، ثلث ملعقة كبيرة كمون، نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود، نصف ملعقة كبيرة بأبريكا حار، ملعقة كبيرة دبس فلفل. نعجن جيدا حتى تندمج المكونات مدة 10 دقائق. نغطيها ونتركها ترتاح. بالنسبة لطبقة الخضار، بالنسبة لطبقة الخضار 4 حبات بطاطس مقطعة حلقات، ملعقة صغيرة غير مملوءة من الملح، ملعقة صغيرة فلفل أحمر، ملعقة صغيرة كزبرة، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ثلاث ملاعق كبيرة زيت الزيتون، نرتبها في صينية الفرن، نوزع فوقها اللحمة المتبلة كما في الفيديو، نرتب شكلها. نشكلها مثلثات كبيرة، نضع الفلفل الأخضر في الفراغات، شرائح الطماطم، رشة ملح وفلفل أسود، ملعقة كبيرة دبس الرمان اختياري. فرن على حرارة 200 درجة مدة ساعة تقريبا، النار من الأسفل والأعلى معا. ما شاء الله، ما أحكي لكم، ريحة الكباب معبية المنزل. فضلا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، مشاركة الفيديو مع الأصدقاء، تفعيل زر الجرس،
ليصلكم كل جديد من قناتي. تحياتي، مع السلامة.